نخاطب رجال الدين من أجل أخذ الأحكام وتجي تعديل على قانون الأحوال الشخصية ونزل بالوقائع العراقية. أكو كثير من الناس صار عندهم إحباط وكأنه هاي المسألة منتهية، بس هو مو هالشكل، لأنه كل قانون وكل تشريع ممكن إلغاءه ولكن بتشريع آخر، فهذا التشريع الآخر هو ما دا نعمل عليه الآن. دا نبدي حملة لإلغاء تعديل قانون الأحوال الشخصية. بارحة صدرت أحكام بأنه المرأة المطلقة ما يطلع لها أي نفقة، وأيضا أكو أكثر من 10 أطفال انسحبوا من أمهاتهم بسبب هذا القانون. فعزل الطفل عن أمه مصلحة من؟ عزل يعني تجريد المرأة من حقوقها العصرية مصلحة من؟ هذا غير مقبول وما يتناسب ويا تقدم المجتمع العراقي. كل من يفهم محتوى هذا التعديل من النساء ترفضه. أكو نساء ما كان عندهم أي معرفة بالقانون، ولكن أطفالهم في أحضانهم واكتشفوا أنه هذا التعديل يحرمهم من أطفالهم، فالكل دا تجي على الاعتراض وكلها دا تسجل يعني صوتها في يوم مثل هذا. وأكو نساء كثيرات ما عندهم علم بمحتوى التعديل، فهنا يجي واجب المنظمات النسوية أنه تدافع عن بنات جنسها، عن العراقيات اللي عايشين يعني هاي الحالة العصرية ما مستعدين يتخلون عنها. أعطيناه المبرر القانوني لأنه يكون مادي بالتصرف مع أولاده، في حين أنه المسؤولية الرجل بإعالة أولاده سواء كانوا في حاضنته أو خارج حاضنته. القانون السابق كان يحميها بشكل جيد، كان من الممكن جدا يعني التعديل على القانون السابق وليس تحويله إلى هذه الطريقة الدراماتيكية بالاحتكام إلى الصبغة الطائفية في العقود والتشريعات. إحنا اللي نخليها وإحنا اللي نقدر نلغيها. بالنتيجة النضال الدستوري هو أحد أشكال المقاومة. إحنا بالمنظمات أو خلي أقول بالتحالف مسألتنا الأولى والأخيرة إلغاء تعديل القانون اللي جرى بشكل غير قانوني عبر السلة الواحدة. وأعتقد الشارع العراقي شاف الطريقة الكرتونية اللي تم بها التعديل. إحنا من حقنا كنساء نشوف هذا التعديل ما يمثلنا، وطبعا يصير بالإعلام أنت سنية أو أنت شيعية أو أنت مسيحية أو هذا القانون لا. الدستور العراقي يقول المواطنين أمام القانون متساويين، وإحنا هاي الفقرة اللي نمشي عليها. فحملتنا تهدف أول شيء لرفع معنويات النساء اللي تدمرت بسبب هذا التعديل.